السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ فيديو جديد ويوم جديد معانا ونسمي الله. طلب جالي احضر صينية مكرونة وبانيه من جارتي وحبيبتي واختي، يعتبر اختي الكبيرة برضو معايا هنا في العمارة. بدأت بعتت لي كل الطلبات، انا طلبتها لها، قلت لها عليها اللي هشتغل بيها. بعتتهم لي على طول. بدأت التحضيرات فيها: بانيه غسلته وسبته شوية ملح كده وليمونة، ركنتهم على جنب. والبانيه التاني هقطعه مكعبات كده، اعمله شاورما في المكرونة ان شاء الله. كده خلاص كنت غسلتهم. جبت الطاسة معايا وسخنتها قوي. رحت حاطه البانيه ياخد صدمة كده، المسام بتاعه يقفل معايا ما يجيبش مية. ورشيت عليها رشة فلفل اسود بسيطة خالص. انا ولا حطيت اي دهون ولا حطيت اي حاجة هنا، بس شوحته كده شويه ووطيت عليه. بس ما وطيتش قوي لان لو وطيت هيجيب ميه، فانا سايباه لوحده كده على النار. بدات احضر البصل. هعمل كميه البصل دي كلها، وفي الاخر هنشوف هتدبل خالص مش هتبان في الاكل. كده خلاص كان يتشوح معايا وحطيت البصل كل ده يعتبر مش هيبان معايا. قلبته شويه وبدات اقطع الفلفل الوان، واحده حمراء وصفرة واتنين اخضر مكعبات صغيره كده برضو هضيفه على البصل. اول ما الحاجات كانت موجوده عندي بدات من بدري احضر في الاكل، لان كان في ميعاد هسلم فيه. والحمد لله سلمته في نفس الميعاد اللي كانت هي قايله لي عليه. بس قطعت فلفل ملون اصفر واحمر واخضر. كده خلاص كنت خلصت. ضفته عليه واحط فلفل اسود بسيط خالص لان كنت حاطه في الاول. وسبع بهارات وكمون وملح. حاجات بسيطه مش كتير عشان ما تضيعش الطعم معايا. سبع بهارات. هتاخد تشويحة كده بالبصل، كل البصل اللي انا حطيته مفروم هيدبل وهيختفي خالص. اهو كانت ريحتها جميلة بصراحة. بدأت اعمل تتبيلة البانيه برضو. كيلو البانيه بعمل عليه 6 معالق دقيق و3 معالق نشا. والتوابل وعلبة زبادي وليمونتين. وازود ممكن كوباية مية وممكن كوباية لبن. وصويا صوص ودبس رمان بيفرق جدا جدا في طعم البانيه. دي الطريقة اللي انا بحب اعملها جدا جدا وعيالي بيحبوها قوي. وان شاء الله تعجب الطلب ان شاء الله. بس ركنتها شوية. زعتر وفلفل اسود وكمون وملح وبابريكا 7 بهارات. من كل حاجة معلقة صغيرة او اقل من المعلقة الصغيرة، وتبلته وركنته على جنب. الكلام ده كان من بدري. قلت احضر البشاميل. معايا كيلو لبن، عليه كوباية الا دقيق ونصها نشا. النشا بيعمل طراوة معايا، بيبقى حلو قوي في البشاميل. وهنا كنت بدأت اعلق على المية. حطيت مع شوية ملح فيها، والمكرونة بتاعت البشاميل ما بتحطلهاش زيت لان الزيت بيزحلق من عليها البشاميل، ما بيمسكش فيها قوي ولا بتشتف. هي شوية ملح في المية وخلاص. هنا ما شاء الله كان معايا 2 كيلو مكرونة. عملتهم في الحلة الكبيرة دي مرة واحدة. ما شاء الله الكمية كانت غير ما انا بعملها كل مرة. هنا كنت عملت 3 مرات لبن. معيار ومعيار واخر حاجة كان نص شفشق كده. ما شاء الله عشان الكمية. اللبن والدقيق والنشا وفلفل اسود او ابيض. وملح. وحتة قشطة. ما بحطش اي حاجة تاني في البشاميل معايا. هو اول ما يبدأ يغلي معايا بيتقل لوحده وبطفي عليه النار على طول. كده كان خلاص استوى معايا البشاميل وقفلت عليه. واول ما اعمل الحركة دي في المعلقة لو قفل على بعضه يبقى لسه. كده كنت خلاص خلصت. هنا بدأت خلصت البشاميل وقلت اقفل الصينية على طول. حطيت طبقة تحت كده في الاول بشاميل والمكرونة. ما شاء الله. البشاميل ما بستناش عليه يبرد ولا اي حاجة، ولا بضيف له بيض ولا اي حاجة. لو هتضيفي بيض يبرد الاول وبعد كده نضيف بيض، لكن انا ما اشتغلتش بالبيض خالص. قلبت اول طبقة بالبشاميل.
بشاميل ما شاء الله معايا كميته كتيرة. دي اول طبقة، وضفت عليها البانيه. البصل يعتبر اختفى اللي انا كنت حاطاه كله. واحط رشة برضو بشاميل على البانيه. واجيب الطبقة التانية واضيف برضو شوية بشاميل فيها، واحط من على الوش البشاميل من غير اي اضافات تاني. اللي حابب يحط اي اضافات جبن اي حاجة من على الوش براحته. انا استكفيت بالبشاميل اللي معايا كريمي جدا ومش هحتاج اي حاجة. هي معلقة قشطة من على الوش بتحمر لي وش المكرونة، بتبقى جميلة، بتبقى خفيفة جدا. واللي ملاحظ حاجة في المكرونة ما عملت يعني ما حطيتهاش يقول لي، قولي عنده هدية عندي صينية مكرونة. في حاجة انا ما حطيتهاش خالص في صينية المكرونة. كده خلاص كنت دخلتها الفرن، وبدأت كان البانيه عدى عليه وقت طويل الحمد لله، وكان شبع من التتبيلة. بدأت احمره. خدته من التتبيلة على الفيجيتار او على البقسماط، اي حاجة متاحة. وهنا ما حطيتش بيض، لان الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه قبل كده البانيه جالي حد بعتلي قال لي انت عاملة بانيه من ورا الكاميرا. والله ما بحط فيه بيض خالص. انا زمان كنت بعمله ببيض فعلا، بس بقالي فترة طويلة جدا 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 وقفت موضوع البيض، وبيطلع معايا متماسك وكويس قوي. اهو من التتبيله على الفيجيتار، اسيبه شويه في التلاجة عادي. هنا ما سبتوش بصراحه، قليته على طول في الزيت. الزيت كان سخن معايا. الطبقه بتاعته متماسكه، ما بتقعش مني في الزيت. لو اتحط في الزيت بارد الطبقه بتاعته بتقع. مفيش اي اضافات تانية بحطها في البانيه بصراحه. هنا كان خلص الطبق فدي معايا. هبدا اقليه على طول اهو كده. الزيت كان سخن جدا معايا، وما بين واحدة وواحدة ممكن يعني بستنى ثانيتين كده عشان الزيت يبقى حامي برضو معايا، ما بيهداش. والطاسة اللي هي الصغيرة دي خدت حتتين بانيه لوحدهم، كنت متبلاهم غير التتبيلة دي بسنة زعتر وفلفل وملح وليمونة. لان اللي هتاكل مش بتحب البانيه المقلي. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، مش بتحب الحاجة المقلية اللي فيها زيوت. حطيت لها حتة زبدة صغيرة خالص، وشوحت لها قطعتين كده لوحدها، وبألف هنا. كده كنت خلاص خلصت البانيه، وصينيه المكرونه كانت خلاص قربت تطلع، والحتتين البانيه اللي انا شويتهم اهو كنت ممكن احطهم في الفرن بس كانوا ينشفوا معايا، وبألف هنا. ما شاء الله الكميه حلوه. بس وكده كنت خلاص خلصت الصينيه، وطالعه وشها احمر وجميل من غير اي حاجه غير معلقه القشطه. واللي حابب يحط جبن يحط برضو. وبكده خلصت الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ودعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم. وتشاركوني بآرائكم. وكده كنت خلصت الأكل الحمد لله قبل الميعاد. هبدأ ألف وخلاص، وهسلمه إن شاء الله قبل الميعاد بشوية صغيرين عشان يوصل الأكل سخن. بدأت ألف البانيه. أنا كنت لفيته أول ما طلع، بس شلت الورق من عليه عشان الفيديو يقفل الفيديو. لفيته، والمكرونه كانت سخنه برضو، قفلتها وهي سخنه عشان الاكل وصل الحمد لله كان سخن. بألف هنا وشفا على كل حد كل حاجه. وبكده خلصت الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، ومتنسونيش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.